اهلا بيكم متابعي كوره بوكس الكرام، فيديو جديد لقاء يتجدد بحضراتكم. خدمة كوره بوكس، الخدمة الحصرية اللي بنقدمها لحضراتكم اخبارنا من المصادر من قلب الحدث. دايما متواجدين معاكم من قلب الحدث. ارجعوا حتى الفيديوهات هتلاقونا دايما موجودين معاكم وراسلينا في كل مكان. خلونا بس ندخل على تفاصيل الموضوع اللي معانا النهارده عشان ما نطولش على حضراتكم. النهارده الموضوع له علاقة ب مباراة بين مصر والمغرب. خليني اقول لكم ان في شركة كبيرة عرضت على منتخب مصر ان هو يواجه المغرب وديا، والحقيقة منتخب مصر ما اكيد ما رفضش ان هو يلاعب المغرب ماتش ودي، سواء في يونيو اللي جاي او في نوفمبر قبل كاس افريقيا. يعني في الحالتين الماتش هيكون في اطار استعداد المنتخبين لكاس افريقيا. مصر اكيد مرحبة، تمام، انها تلعب بقى في مصر، انها تلعب في المغرب، انها تلعب في دولة خليجية، انها تلعب في دولة اوروبية. مصر ما كانش عندها اي مشكلة في العرض. بالعكس، كابتن حسام حسن قال لك هتبقى فرصة كويسة ان نحتك بالمغرب، وراجل عنده ثقة ان منتخبنا يقدر يكسب المغرب في ماتش ودي، وده ممكن يهز منتخب المغرب قبل البطولة. فقال لك يلا بينا، ما فيش مشكلة خالص. لكن المفاجأة بقى ان هي من جانب منتخب المغرب. منتخب المغرب رفض تماما مواجهة مصر. المغرب رفض، ارجع واكد تاني، المغرب حسب معلومة مؤكدة منتخب المغرب هو اللي رفض يلاعب منتخب مصر. و مسؤولين منتخب المغرب اكدوا للشركة ان هدفهم ان هم يلعبوا منتخبات اوروبية في الفترة اللي جاية. هيلعبوا وديات افريقيه اكيد، بس ده هيكون في الفتره القليله اللي قبل كاس افريقيا. يعني ممكن العب وديه اتنين قبل كاس افريقيا على ارضي وسط جماهيري، ما فيش مشكله خالص، تمام. لكن في الخطه العامه سواء في معسكر نوفمبر او في معسكر يونيو، فالمنتخب المغربي عايز يلعب مع منتخبات اوروبيه، عايز يلاعب منتخبات لاتينية كبيرة زي البرازيل زي الأرجنتين، عايز يلعب منتخبات أوروبية عشان خاطر يعني ممكن يكون في فكرة مسؤولين منتخب المغرب إن هم يحققوا استفادة مالية بشكل أكبر، طبعا على حس إن منتخب المغرب رابع العالم، طبعا إنجاز كبير جدا وتاريخي. فبالتالي الرفض جه من جانب منتخب المغرب مش من مصر. مصر رحبت إنها تلعب المغرب وديا، لكن المغرب أو منتخب المغرب هو من رفض مواجهة منتخب مصر، مفضلا إن هو يواجه منتخبات أخرى قد يحقق من وراء هذه المباريات مكاسب تسويقية. ده الفيديو بتاع النهاردة، ما تنسوش الاشتراك في قناتنا.